السلام عليكم. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. رجعنا لكم بقضيه جديده. قضيه اليوم اللي غنشوفوا فيها الخيانه الزوجيه غتكون راجلها مع الصديق ديالو، وغتكون فيها واحد الخطه شيطانيه باش يتخلصوا منه، وغتسالي بواحد الكارثه اللي غتصدمكم. بلا ما نحرق عليكم التفاصيل كثر، قضيه لاول مره غيتم السرد ديالها، وقضيه اللي غامضه وغناخذوا منها عبره كبيره. يلا معنا النهايه باش توضح لكم الصوره. وقبل ما نبداو عاونونا بلايك مع الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد، وكل نهار راه كنحطوا لكم قضيه جديده. يلا نبداو على بركه الله. قضيه اليوم غتسافر بينا لمدينه برشيد. في هذه المدينه الصغيره غادي نبداو منها حكايتنا اللي غتبدا مع مروان اللي كان في العمر ديالو 45 سنه. كان خدام شيفور ديال طاكسي، كان بخير، خدام داكشي اللي كيجيبو في النهار كيخسروا على وليداته ومراته وما خاصو حتى شي خير. كان واحد الدويره على قد الحال ومزوج وعنده وليد. حتى غادي يجي النهار اللي غادي يوقع فيه واحد المشكل، وغادي يرتكب واحد الجنحة وغيحيدوا ليه رخصة السياقة. هادشي اللي غادي يخلي مروان الدنيا غدور بيه. عيا ما كيقلب على خدمة، ولكن ما غيلقى حتى شي خدمة اللي يبدا فيها ويقدر يعاون على المصروف ديال الدار وعلى الكرا وعلى الوليد. يعني كانوا عنده مصاريف اللي خاصو يقوم بها، عنده واحد الواجب ضروري خاصو يقوم به. هادشي اللي خلاه يتزير وبقى غير كيفكر. غادي يبان ليه غير الصديق ديالو اللي كان الاسم ديالو محمد. هاد محمد هذا خدام في واحد المعمل عساس، يعني كان سيكريتي في واحد المعمل وكيخدم بالليل. هاد محمد هذا كان الصديق ديال مروان، تلاقاو وياه ريحوا طابل، بقى كيشكي عليه وكيعاود ليه على المصيبه اللي دار، وبالله البيرمي ديالي راه حيدوا ليا وانت عارف دابا راه عندي وليدات عندي مصروف وتزيرنا القضيه حماضج. انت شوف لينا الله يسرك اللي كانت شي خدمه عندكم تمايا اللي كان اي حاجه نقدر نخدمها. الا لقيتي ليا شي خدمه عساس ولا فاش ما كان باغي نبدا، مهم غير نتحرك ولقى باش ندور الحركه. وفعلا اللي يكون هاني. راه سولوني مؤخرا راه خاصهم شي واحد النهار انا غادي نسولهم، ندوي مع الناس ديال الاداره، الا كانوا باقيين ما لقاو حتى شي واحد فراه غادي نوصيهم عليك، وغادي نقول لهم باللي راه كاين واحد الصديق ديالي باغي يخدم، سيد راه معقول الله يعمرها دار وما عندكم الناس تخافوا على حسابي. وفعلا هادشي اللي غادي يدير الاخ محمد. غادي يمشي يتكلم مع الناس ديال الاداره وغادي يدوي لهم على الصديق ديالو مروان، غيقول لهم بلي راه كاين واحد السياد الله يعمرها دار راه باغي يخدم ان شاء الله يخدم بالنهار. الا كنتو باقي ما جبتو حتى واحد فراه قادر يبدا من اي وقيته. من بعد ما تكلم مع الاداره قالوا لي صافي مرحبا، يجي من غدا ان شاء الله يجيب الوريقات ديالو شنو يجيب وشنو يجيب ويجي يلتحق بينا باش يبدا الخدمه. اتصل بالصديق ديالو مروان قال لي راه تكلمت مع الناس ديال الاداره وفعلا راه واقفين على واحد بالنهار، انت جي غدا ان شاء الله وجيب معاك هاد الوراق هادو، انا راه غادي نمشي معاك وغنكون معاك تمايا وان شاء الله راه غتبدا الخدمه ديالك، راه غنكونوا مناوبين انا وياك. يعني محمد غيخدم من 6 ديال العشيه ل 6 ديال الصباح، والاخ مروان غادي يخدم من 6 ديال الصباح ل 6 ديال العشيه، غيكونوا كيتناوبوا بيناتهم على داك لو بوست. وفعلا بداو خدامين كلشي كان مزيان. كيجي مروان الخدمه محمد كيخرج والعكس كذلك. بقاو على هاد الحال لواحد المده طويله، والعشره ديالهم غادا تطور من النهار اللي غادي يعرض محمد على مروان للدار ديالو. مروان غادي يجيب مع مراته وولده وغادي يجيو معروضين الغداء عند محمد في الدار. داز ديك العراضات عارفوا بيناتهم، داز كل شيء بخير. وهنا غتولي واحد المعرفه بين الزوجات ديالهم، يعني غيوليو اصدقاء ولاو صديقات، ولات كتجي عندها مره كيخرجوا بعضياتهم كيتقداو بجوج كيمشيو للحمام بجوج، بحكم ان الدار ما كانتش بعيده عليهم ولاو صديقات بيناتهم.
والاخ مروان حتى هو كذلك مره راه كيعرض عليه للدار. غتبقى العلاقه ديالهم مزيانه وغادا بحال هكذا حتى غادي يجي النهار اللي محمد غيكون خدام الليل، وغتصل به الزوجه ديالو وغتقول ليه بلي راه البوطه طفات ليها على العشاء، وديك الساعه غتكون 8 ديال الليل. هادشي اللي غادي يخليه يتصل بالصديق ديالو مروان وغادي يطلب منه هاد الطلب هذا. غادي يدوي معاه في الهاتف وغيقول لي عافاك واش تقدر تمشي تجيب المراه عندي البوطه، راه سالات ليها على العشاء واتصلات بيا، راه هو احلى يعني ما لقات اللي يجيب ليها البوطه في داك الليل وانت عارف انا راه خدام دابا. مروان غادي يقول ليه مرحبا، ما كاين حتى غرام ديال المشكل، حنا راه خوت وما بيناتناش، انا غنقضي غير واحد الغرض قسمين ديال المكانه وغادي ندوز عندها نيشا للدار، راه غادي نجيب ليها البوطه غادي نصاوبها لها غنقاد لها المسائل، كون هاني غير ارتاح من هاد الناحيه هادي. صافي دار هو وياه غادي يمشي غادي يجيب لها البوطه، وفعلا مشى مروان داك النهار جاب ليها البوطه الكبيره صوبها ليها قاد لها المسائل. ولكن في هاد الليله بالضبط غادي يتبادلوا النوامر. مروان اللي غادي يكون معجب بمراه الصديق ديالو محمد وغادي نديو ويجيبوا في الهضره، وكما كنقولوا غادي يعبر ليها الطونسيون. غتبان ليه السيده حتى هي خفيفه وما كانش عندها مشكل تعطيه النمره ديالها، قال لها انت هي النمره، تبغيني في اي سخره شي حاجه شي مساعده فاتصلي بيا بلا ما تبرسطي الاخ ديالنا محمد. هي قالت لي مرحبا، خدات النمره ديالو، مشى هو يقضى مع داك الغرض قاد البوطه ورجع لدارهم. من ورا هاد الليله هادي كل شيء غادي يبدا يتبدل والصداقه غتحول لخيانه. ورا ما غادي يرجع الاخ مروان لدارهم غادي يصيفط رساله في الواتساب للزوجه ديال الصديق ديالو محمد. بداو كيتبادلوا الرسائل، الهضره كتجيب هضره، لقى السيده ما عندهاش مشكل تخون راجلها وحتى هي ولات معجبه بالسيد. بقاو كيديو كيجيبوا في الهضره ولا بيناتهم واحد التعارف، ومن هنايا غادي نتفقوا غيديروا واحد النهار باش غادي يجي عندها. وفعلا غادي يخلي الصديق ديالو محمد غير جا للخدمه وهو غادي يرجع، ولكن اللي مأكد منه مروان هو محمد راه عمرو غيجي للدار وغيحصلهم، لانه لما مشاش للخدمه وطلقوا من البوست ديالو فراه مستحيل غادي يخرج. كاينين كاميرات المراقبه تمايا وخاص واحد فيهم يمشي باش الاخر يرجع، يعني غياخد راحته مع مرات الصديق ديالو في الدار ديالو في قاع دارو في فراشو، ومحمد ما غيجيب للدنيا خبر. كان اول نهار غادي يمشي عندها، عرضت عليه العشاء وريحو دوزو ديك الليله. وفي هاد الليله بالضبط غتكون اول ليله اللي غادي يخونوا فيها بعضياتهم، كل واحد غادي يخون الزوجه ديالو مع الاخر. يعني مروان خان مراته مع مرات الصديق ديالو، ومرات الصديق ديالو حتى هي كذلك خانت راجلها مع الصديق ديالو. بصراحه كانت واحد القضيه اللي غامضه، وكيفاش قدروا يتجرؤوا ويخونوا العشره ويخونوا الطعام. يعني السيد كان مصرف معاه غير بالخير، قلب ليه على خدمه وهز ليه بهبالو وخدموا معاه في نفس الشركه وتاق فيه، وحتى نهار كان واقف على ديك الصخره فراه ديرو بحال خوه وما توقعش نهائيا يطعنوا في ظهره ويدير شي حاجه مع مراته ولا يولي يشوف فيها واحد الشوفه ديال الاعجاب. ولكن ما كانش عارف بانه راه غادي يكون السبب حتى مراته غتولي تخونو مع الصديق ديالو، ولا فيما كتخصها شي صخره ولا شي حاجه كان كيصيفطو، حتى ولات بيناتهم هاد العلاقه هادي وخانوا وفي قاع دارو في فراشو. وقعوا في المحظور وديك الليله كانت كارثيه، خداو راحتهم فيها. كانت هذه اول علاقه غير شرعيه بين مروان ومرات الصديق ديالو. من بعد ولات ديما كتصل به وكتقول ليه جي عندي للدار، ولا بحال اللي راجلها ما بقاش الصديق ديالو محمد هو راجلها. محمد غير كيجي للخدمه ولا كيمشي عندها مروان نيشان من الخدمه كيدوز عندها هي، ما بقاش كيمشي حتى لعند مراته. هادشي اللي غادي يدخل واحد الشك كبير. مراته عارفه ان هي مروان كيسالي الخدمه مع 6 ديال العشيه وراها مباشره، فراه كان كيجي عندها للدار. ولكن هنا غيولي كيتعطل السيد ولا كيجي حتى ل 10 ولا 12 ديال الليل، فين كيمشي الله اعلم. هنا علامات استفهام اللي مطروحه. مرات مروان بدا كيدخلها الشك من هاد التصرفات الغريبه اللي ولا كيدير راجلها مؤخرا، ولا السيد كيجي شبعان باغي غير ينعس، وحتى داك الاهتمام اللي كان في الاول غادي وكيتنقص. شي حاجه ماشي هي هذيك واقعه.
ولكن ما كانش كتوقع نهائيا ان مروان كيخونها مع الصديقه ديالها او مع مرات صاحبه. بقاو مره كيدوز عندها تقريبا واحد 3 المرات في الاسبوع اللي كان كيمشي عندها للدار، كيطلع عندها كيديروا علاقه غير شرعيه، كيدوزوا داك الوقيته بجوج بهم. والسيد عارف ان محمد راه ما غاديش يقدر يرجع، يعني كانوا واخدين الراحه ديالهم. حتى غادي يجي النهار اللي غيتبدل فيه كل شيء. مرات الصديق ديالو ولات مخلوعه وما بقاتش باغا نهائيا تمارس معاه ولا بغاتو يجي عندها للدار. ولكن مروان ولا مغرم بها، ولا كيقول لها منك نخلق، هي غادي نديرو داك الشيء ولا غندير شي حاله في راسي ولا انا مستعد نفضحوا هذا الشيء هذا. بقى كيهدد فيها. قالت ليه شوف كاين حل واحد، بغيتي نبقاو نكملوا في هذا الشيء هذا، هو تطلق وانا ندير شي حل مع راجلي حتى نطلقوا لي شي حاجه ونتزوجوا. ولكن غادي يرفض هذه الفكره هذه. هذا الشيء اللي غادي يخليها تطلع على واحد الفكره جهنميه، غتطلب منه باش يصفيوها لمحمد، وهكذا غادي يقدروا ياخذوا راحتهم ويديروا ما بغاو بدون قيود، وتا واحد ما يبرزطهم ولا يبقاو خايفين لا يحصلهم. وفعلا غتبدا كتفكر في شي خطه، والخطه اللي غطي عليها هي يوكلوه السم ويصفيوها ليه. مروان كان مصدوم من هذه الفكره في الاول، ولكن الحب ديالو ليها خلاه يقرر انه يغامر هذه المغامره هذه، وغادي يتكلخ وغيمشي معها في هذه الخطه ديالها. يقول لها مرحبا انا معاك، المهم عندي هو نبقاو بجوج وكاع ما نتفرقوا، قولي لي شنو هو هذا الحل هذا وانا غادي نطبقه معاك. قالت له شوف انا غادي نعطيك واحد السم غادي تخويه ليه في اتاي وخليه ليه، ورجع نتايا في حالتك للدار، وديك الساعه راه غير غادي يشربوا غادي يموت تما وما غاديش يلقى اللي يعتقو. وفعلا هادشي اللي غادي يدير مروان. واحد النهار غادي يتصل بالصديق ديالو محمد وغيطلبوا انه يجي عنده قبل بساعه للخدمه، يطلقوا يعني قبل، وحتى هو الغد لي في الصباح فراه غادي يجي بساعه بكري. قال لي راه عندي واحد الغرض ومراتي صونات عليا وخاصني ضروري نجي للدار. قال لي ماشي مشكل، انا غادي نجي عندك ونطلقك بكري. وفعلا غادي يمشي عنده مع 5 ديال العشيه. هنايا غادي يلقى مروان يلا معمر واحد الدكيكه ديال اتاي. غادي يقول لي ها انت بلا ما تعمر اتاي راه الدكيكه يلا عمرتها باغي نشربها، ويتصل بيا مراتي هي باقا عامره غير سخنها وشربها، يعني بلا ما يعمر اتاي راه او اتاي راه واجد. فعلا السيد رياح سخن داك اتاي، بقى كيضرب الكاس الاول الكاس الثاني، شويه محمد ولا كيحس براسو ماشي هو هذاك. غادي تيحصروا المعده ديال بصح مصارنو كيتقطع، وما لقى حتى شي واحد اللي يعتقوش، كاين غير هو والخلا. عيا ما كيتمشى باش يخرج، ولكن غادي يطيح في الطريق وغادي يبقى كيرد حاشاكم حتى غادي يولي كيلوح غير المرار. السيد بقى طايح تما حشم الامانه دا امانته. في الصباح غادي يجي مروان كتا حاجه ما واقعه. هنايا كان هو الاول كيجي قبل من الناس اللي خدامين في داك المعمل. غادي يجي غيدير راسو ما عارف والو، غادي يدخل غادي يمشي عند الصديق ديالو كيلقاه طايح. هادشي اللي خلاه غادي يبدا كيغوات كيتصل بهم وغادي يقول لهم جيو دابا راه واقعه كارثه في الشركه. جاو الناس المسؤولين التحقوا بالمكان حتى كيلقاو السيد اللي مقتول وما عارفين السبب الوفاه ديالو. كيبان لهم السيد بخير، ما فيه لا ضربه لا طعنه لا والو، غير حداه واحد تقيؤ والسيد مقتول. اتصلوا بالشرطه اللي غادي يجيو في البلاصه لعين المكان. غادي يديروا تمشيط لديك المنطقه، ومن المعاينه الاولى كيلاحظوا ان داك السيد غالبا ميت بتسمم وكل شي حاجه اللي ضراته، لانهم لقاو واحد رد اللي كثير من البلاصه اللي كان جالس فيها حتى البلاصه اللي غادي يطيح فيها، ديك الطريق كامله. يعني السيد بينا كان غير كيجر في رجليه وكان كيتقيا. خداو اي حاجه غادي تقدر تنفعهم في التحقيق ديالهم، وداو السيد لمستودع الاموات باش يفحصوا الطب الشرعي، واتصلوا بالزوجه ديالو اللي غيبداو مع هذا التحقيق. خداو الاقوال ديال السيد اللي كان خدام معاه اللي كيقول لهم انا جيت لقيته طايح هنايا. اتصلت بالناس اللي خدامين وهما اتصلوا بكم، راني يلاه جاي غنبدا الخدمه انا ما عارف والو. اتصلوا بمراتو قالت لهم مشى من الدار بخير البارح، معجل الخدمه في نفس الوقيته ديالو، راه مولف كيخدم مع 6 ل5:30 راه كيخرج من الدار.
يعني ل5:30 خرج من الدار، جمع المسائل ديالو ومشى لدارهم. السيدة من بعد ما سمعات راجلها راه ميت والتحقات بهم بقات كتبكي، دخلت في واحد الحالة اللي هستيرية، وبداو التحقيق ديالهم. اول حاجة غيطلبوا ياخدوها هما كاميرات المراقبة، حتى كيتفاجئوا بالكاميرا اللي كانت قريبة عليه ما كتبين لهم والو. منين جاو ياخدوا الفيديو ديال الكاميرا كتبان لهم الكاميرا فيها غير الضباب او صورة سوداء. كيقول لهم واش الكاميرا ما خداماش؟ كيقولوا لهم لا، راه كانت خدامه هاد الكاميرا هادي. منين غاديين يخرجوا كيقلبوا الكاميرا كيلقاوها مدرقه بواحد القماش او بواحد الخنشه او واحد شي حاجه مدرقه بها الكاميرا. كيقول لهم واش هادي كانت هنايا؟ قالوا لهم البارح راه الكاميرا كانت خدامه، هادي راه يلاه شي واحد دارها. هنايا غاديين يبداو يلاحظوا ربما هاد السيد هذا راه شي واحد دار ليه شي حاجه ماشي موشى ديال الله، لان الكاميرا كانت دليل كافي شكون غادي يخبي هاد الكاميرا هادي. تقرير ديال الطب الشرعي كيقول لهم بان السيد مقتول بالتسمم، يعني السيد مات مسمم واخد واحد الكميه كبيره ديال السم اللي كان مجهد. هادشي اللي خلاهم يديو اي حاجه كانت تم وداو داك الاشاي تا هو اللي كان في داك البراد، وغادي ياكد لهم الطب الشرعي بان داك البراد فراه هو فعلا هو داك السم اللي كان في اتاي. كاميرات المراقبه كيلقاو ديك الكاميرا اللي كانت مدرقه ولكن كانت اونفاس معها كاميرا اخرى. هاد الكاميرا هادي من بعد ما غادي يراقبوها كيبان لهم واحد السيد اللي كان عاطيهم الظهر ودير القب، كيجيو كيدرك ديك الكاميرا بواحد القماش. وهاد الشخص هذا فراه ولو الصوره كانت ضبابيه شويه ما كانتش واضحه، فراه شكو فيه هو الاخ مروان اللي كان خدام معاه، لانه حتى واحد ما كيدخل في ديك الوقيته للخدمه، الناس اللي خدامين كاملين كيكونوا خرجوا، وما غيمكنش شي واحد يدخل الكاميرات بلا محمد ما يرد البال. وديك الوقيته بالضبط فراه كان فيها عفوا مروان، فديك الوقيته بالضبط راه كان غير مروان بوحدو اللي كاين في الخدمه. غادي يديوه وغيبداو معاه التحقيق، غادي يقولوا ليه غير اعترف، فراه شفناك شاد الكاميرا وانتيا كتدرك في ديك الكاميرا اللي كانت قريبه للكاريطه ديالكم. اعترف لينا بالجريمه كامله وخفف على راسك العقوبه. شنو السبب اللي خلاك دركتي ديك الكاميرا؟ وشنو السبب اللي خلاك سممتي الصديق ديالك؟ واش شي حساب كان بيناتكم او شي حاجه دارها ليك؟ غتعترف لينا بكل شيء. في الاول غادي ينكر وبقى كيقول لهم راه ماشي انا وانا ما عندي التدخل في هذه الجريمه، ولكن من بعد ما غادي يزيروه وغيبقاو كيضغطوا عليه غادي ينهار وغادي يقول لهم انا غادي نعترف لكم بكل شيء، فراه ماشي انا السبب، راه مراتو هي اللي كانت السبب في هذا الشيء كامل. كيفاش مراتو هي اللي كانت السبب في هذا الشيء كامل؟ وغادي هنا غيبدا يعاود لهم، قال لهم باللي انا وياها كنا في واحد العلاقه غير شرعيه ولينا كنبغيو بعضياتنا، وقالت لي باللي خاصنا نتهناو منه باش نبقاو واخدين الراحه ديالنا، وديك الساعه غتشوف شي طريقه اللي غنخليو الزوجه ديالك تطلقك ولا انت غادي تطلقها ولا غنديروا ليها كما درنا الراجلي وهكذا غناخذوا راحتنا. كانت هذه هي الخطه اللي دايرين، غيحيدوا عليهم محمد من الطريق، من بعد غادي يدوزوا لمراته غيتخلصوا منها بشي طريقه ولا غادي يصفيوها لها حتى هي، وهكذا غادي يقدروا يتزوجوا ويعيشوا بخير. وانا مشيت معها في هذه الخطه هذه، عطاتني واحد السم ودرتو لي في البراد ديال هادشي، طلبت منه يجي عندي قبل من الوقيته اللي مولف كيجي، وجا لقاني معمر داك البراد ديال اتاي وخليته ليه ورجعت للخدمه، وكنت مأكد انه غادي يشربو لانه صديق ديالي وبيناتنا واحد الثقه، ولكن اللي كان سبب فراه هو مراته. هنا غادي يطلبوا منه يتصل بها ويدوي معها في الهاتف ويجبد لها هذا الموضوع هذا ويخليها تعترف، وكانوا كيسجلوا ديك المكالمه وغيتصل بها وغادي يقول لها باللي راه الشرطه راه دايرين روينه هنا في الخدمه وعندها كيحصلونا ويعرفونا حنا اللي درنا ليه هذا الشيء. هنا غتبدا كتغوت عليه وقالت لي اخر مره تصوني ليا ولا تدوي معايا في هذا الموضوع، دابا برد هذه القضيه هذه وما تبقاش تتصل بيا نهائيا، فراه يقدروا يكونوا مراقبين الهاتف ديالنا وهكذا غتخرج علينا. نسى هذا الموضوع تتبرد القضيه ومن بعد غنرجعوا نهضروا وغنخموا شنو غنديروا. دابا خلي هذا الموضوع غير بيناتنا
وما تبقاش مخلوع وغير كترعد. ولكن اللي ما كانتش عارفه الزوجه ديال محمد في ديك الوقيته المكالمه ديالهم راه كتسجل، وهكذا قدروا ياخذوا عليها واحد الدليل اللي كثر من كافي. من بعد ما غادي يتصلوا بها تلتحق بهم لمقر الشرطه، غتبدا تبكي وكتنهار كيف العاده وكدير فيها هي ما عارفه والو. ولكن لقات واحد الدليل اللي كان قاطع قدامها وبالصوت ديالها، وكتعترف باللي كانت معاه في الجريمه. من بعد ما خداو الاعتراف ديالها حتى هي، غادي يدوزوا امام قاضي التحقيق، وغادي يكون الحكم ديالها هو 15 سنه ديال السجن بالخيانه الزوجيه والمشاركه في جريمه قتل. اما الاخ مروان كان الحكم ديالو هو 30 سنه ديال السجن، القتل العمد مع سابق الاصرار والترصد والخيانه الزوجيه. بصراحه الحكم على مرات محمد بان ليا ما كانش كافي. خليو لينا الراي ديالكم في التعليقات. شنو بان لكم في هذا الحكم؟ واش كان عادل حكموا عليه غير ب 15 سنه ديال السجن عكس مروان اللي حكموا عليه ب 30 سنه؟ فعلا راه هو اللي دار داك السم وهو اللي قتله، ولكن راه هي اللي كان عندها دور كبير في هذه الجريمه هذه، وهي اللي خطات لها وهي اللي عطاتو داك السم. كنظن انها حتى هي كان خاصها 30 سنه ديال السجن. مهم من بعد ما وضحت لنا الصوره، نخليو لكم الراي في التعليقات. قولوا لنا شنو اللي بان لكم في هذه القضيه هذه، وشكون بان لكم غلط، وشنو بان لكم في هذا الحكم اللي عطاوه. كانت هذه هي قضيتنا ديال اليوم، قضيه اللي غامضه وقضيه اللي فيها واحد كثره الغباء ديال ما يمكنش. السيد عارف ان المعمل اللي خدامين فيه بزاف ديال الكاميرات المراقبه، هو درك غير اللي قريبه ليهم على اساس الاخرين راه كاع ما غاديين يتعرفوا عليه، وما عارفش بانه راه هو الراس اللي كيكون في الشركه في ديك الوقيته. ولو درك شي كاميرات المراقبه فراه غادي يكون اول واحد غادي يتهموه فراه هو انت. وتاق في الزوجه ديالو اللي كانت هي مكلخه ومشى معها في ديك الخطه الغبيه، عطاتو داك السم وصفها للصديق ديالو اللي مصرف معاه غير بالخير، وكان هو اللي خدمه ونقضوا من التشرد، وقدر يخليه يلقى عاوتاني باش يصرف على وليداته وباش يدبر على راسو بما لقى ما احسن. ولكن هو ما كفاش هذا الخير هذا، خانوا مع مراته وفقع دار. كانت هذه هي النهايه ديال القضيه ديالنا. بلا ما نزيد نطول عليكم اكثر، كنتمنى الا كنت وصلتوا حتى لهنايا تدعمونا بلايك مع الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وهكذا غتكونوا عاونتونا بزاف، ومنها غادي نبقاو يطلعوا لكم ديما القصص الجداد ديالنا، وكل مره راه كنحطوا لكم قضيه جديده. يلا نخليكم على بركه الله.